مساء الخير عليكم جميعا اخواني اخواتي. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم فيديو جديد. تنتمنى نلقاكم هذا الفيديو وتكونوا في احسن الظروف واحسن الاحوال. غنشارك معكم واحد الوصفه ديال لا سالاد. هاد لا سالاد هادي درتها بالزرع ديال الابلي، راها تجي زوينه بزاف. درتها بالزرع ديال الابلي والخضروات. هاد لا سالاد ممكن تحطيها في الطاوله ديال الفطور او الطاوله ديال السحور، تجي رائعه جدا. بالنسبه للعناصر اللي درنا في هاد لا سالاد هي هادي: من بعد نبداو في التحضير ديال لا سالاد ديالنا. تناخذ واحد الزلافه ديال الزرع ديال الابلي. راه هو هاد الزرع هذا تيطرى بحال الطريقه ديال الرز، يعني سلقناه في الماء وشويه الملحه، راه دغيا تيطيب. تنزيدو معاه واحد جوج بطاطات مقطعين مربعات صغار، كذلك تنزيد واحد جوج ديال الجزرات او خيزوات مقطعين كذلك مربعات صغار. تنزيد واحد جوج معالق كبار ديال حبيبات من الذره. تنضيفو كذلك واحد 3 المعالق كبار ديال الجلبانه مسلوقه. تنزيد معاهم واحد جوج معالق كبار من الطون، كذلك تندير واحد 3 المعالق كبار ديال المايونيز. تنخلطوا جميع العناصر باش ديك الخضره تلبس بداك المايونيز. من بعد تنقدموها في اناء التقديم، تنعملوها في واحد الزلافه او في شي جبانيه وتنقادوها مزيان في داك الجبانيه. من بعد تنوضعوها بهذه الطريقه هذه في اناء التقديم. بالنسبه للديكور ها هو كيفاش تجي. من بعد تندوروا عليها الخس مقطع رقيق. صدقوني راه هاد الشلاضه او هاد لاصالد راه تجي زوينه وتجي بنينه بزاف. من بعد تنزينوها في الجانب ديال داك الدائره ديال الزرع ديال الابلي او ديال الشلاضه بدوائر من البيض. تيجي واحد الديكور زوين. كذلك تندير واحد الوريضه من الفوق للتزيين والديكور بطريفات ديال الباربه مسلوقه. بهذا الشكل هذا. تناخذ واحد القشره ديال المطيشه تنقطعوها طويل وتنعملوا منها وريضه بهذا الشكل هكا. شتي كيف تجي الوريضه؟ تجي زوينه. صافي ها هي الوصفات ديالنا موجوده. تجي واعره لا في المذاق ولا في الديكور ولا في المنظر، تجي رائعه. حتى في البنات تجي زوينه بزاف. هذه ممكن تاكليها في الفطور، ممكن تحطيها في السحور، راه تجي رائعه. الى عجبتكم هاد لا سالاد فعلوا الجرس فضلا وليس امرا. شي تعليق يكون زوين. وتنتمنى نلقاكم هذا الفيديو او هاد لا سالاد وانتم بخير وعلى خير. يلا بصحتكم وتبقوا على خير ومع السلامه.